عبد الفتاح السيسي، احضر هنا وتعالى اسمع. انت كل خطاباتك ورواياتك تهديدات، واحنا كشعب مصر وكدولة ما بنتهددش، وانت موظف وهتتحاسب. انت دلوقتي طالع في فيديو اه عمال تقول سوريا وعايزة 300 مليار عشان تتبني، ومين اللي هيديهم ومين اللي هيوديهم ومين اللي هيديك فلوس تبني دولتك، وعمال تخوف الناس على اساس ايه؟ ان انت تفضل مكمل في الطريق الاسود اللي انت ماشي فيه ومحدش يفتح بقه. اه اتقال فيه ان سوريا تحتاج 300 مليار دولار واقصى تقدير تريليون دولار. انا عايز حد يقول لي اني حكومة في سوريا مهما كانت بقى جت من الاغلبية او من الاقلية هتقدر تعمل ايه مع التحدي ده؟ انتوا فاكرين في العالم حد هيمد ايده؟ عبد الفتاح السيسي، انت راجل كهين وراجل مش مظبوط. انت طالع دلوقتي بتقارنا بسوريا. احنا كدولة مصر، كدولة مصر، احنا نختلف عن سوريا مع احترامي لسوريا وشعب سوريا بالشبر. بس انت حواراتك اللي انت طالع تعملها ديت، وكل شوية معايش الناس في رعب ومعايش الناس في قلق وخوف وحرب و... الأزمة ديت عبد الفتاح السيسي انت اللي صنعتها في مصر. هو المفروض ما كانش يبقى في أزمة. ليه؟ لأن انت أهدرت وقت وأموال المصريين في بناء قصور رئاسية، في شراء طيارات ملكة السماء بنص مليار، بناء جامع في الصحراء بمليار، بناء مقبرة مقابر العائلة بمليار، سيارات بمليارين، مش عارف. انت عبد الفتاح السيسي بلاويك السودا كتير قوي. راجل كهين وراجل خبيث وراجل مش محترم وراجل مش مظبوط. ما تسيبك من الكهن ده والكذب اللي انت عايش فيه دوت. اه الغلابة اللي في مصر ملهمش دعوة بوساختك وبكذبك. الكذب اللي انت عايش فيه دوت ومعايش الناس فيه ده، كل ده الغلابة ملهمش دعوة بيه. يعني مين اللي هيستناك؟ انت دلوقتي بقالك 14 سنة ماسك البلد. بقالك 14 سنة ماسك البلد، وجاي دلوقتي تروح للدنمارك تعمل لي مؤتمر، وراح تسوق لشركات يجوا يعملوا استثمار، والنرويج وده وده. طب انت ليه؟ هم ليه ما بيجوش لحد عندك؟ انت ليه رايح تشحت؟ الدنمارك عارفة مصر فيها ايه وعارفة فيها وليها استثمارات في مصر، والعالم كله له استثمارات في مصر. احنا شفنا حاجة؟ عملت مشروع واحد الشباب تشتغل فيه؟ انت تعرف ان من ساعة انت ما مسكت الدولة لحد وقتنا هذا اكتر من 3 4000 مصري مفقودين في البحر في هجرة غير شرعية بسببك؟ اه تعرف كده ولا ما تعرفش؟ تعرف ان الناس اللي في مصر الغلابة اللي هم الناس على قد حالهم، لا عارفين يدفعوا ايجارات ولا عارفين يروحوا السوق ولا عارفين ياكلوا ولا يشربوا، منك وبسببك؟ بتعمل ايه انت في ال 14 سنة اللي فاتوا؟ كل شوية اصبروا عليا سنتين، اصبروا عليا 6 شهور، اصبروا عليا 5 دقايق، اصبروا عليا اصبروا عليا اصبروا. احنا نصبر عليك وشايفينك انت بتبني في قصور لنفسك، والوزراء عمالة تبني لنفسها، والاعلام يطلع يضلل، وكله نهب في نهب في نهب بنهب. شفناش حاجة. حتى ما شفناش منك مشاريع تعمل دخل للبلد. شبابنا كله عمال يموت في البحور في الهجرة الغير الشرعية. الناس بتطلع ترمي نفسها في الموت عشان تبعد بعيد عنك. ناهيك عن ان انت بعت اراضي الدولة كلها، وعن ده وعن ده وعن ده وعن تيران وصنافير وعن الوراق، جزيرة الوراق، وعمال تدور على كل حاجة تجيب فلوس تبيع. وانت في النهاية شايف نفسك ان انت راجل مظبوط. في النهاية شايف نفسك ان انت راجل مظبوط، مش شايف اللي انت بتعمله ولا شايف حاجة. انا بستغرب والله الجيش بتاعنا ازاي سايبك لحد دلوقتي. يعني انت قدرت مال الدولة على بطنك انت واسرتك، ذهب وغيره، وقصور وده وده وده. طب والغلابة ديت يا جدعان، الغلابة ديت مالها ومال الكلام ده؟ انت معايش ليه الغلابة في مصر في اجواء سوريا واجواء حروب واجواء كل ده، ومخوفهم من اسرائيل وعامل لهم فيلم؟ اسرائيل مش هتيجي جنبك ولا هتقدر تيجي جنبك. انت عندك جيش عظيم، محدش يعرف يلعب معاه، ولا اسرائيل عارف الكلام ده.
وامن اسرائيل في مصر، هتيجي ناحيتك تعمل لك ايه؟ طب ما انت رايح تتحايل عليهم وتبوس ايد نتنياهو علشان يديك حصة غاز، علشان البلد ما تخشش في ازمة غاز، وانت تتكشف قدام المصريين وتسقط. صح؟ مش رايح عمال تبوس في ايده عشان يديك غاز؟ طب ما احنا عندنا غاز وعندنا ثروات في البلد، لكن الإدارة إدارة بني آدم براس حيوان، اللي هو حضرتك. إدارة فاشلة، حكومة فاسدة، إعلام فاسد، إدارة فاسدة، كل حاجة فيكم فاسدة. بلدنا مليانة ثروات ومليانة غاز ومليانة كل حاجة، ومش عارف ليه دايما حاطين صباعنا تحت أسنان غيرنا. الغلابة عبد الفتاح السيسي ما عندهاش وقت تستنى اللي انت بتعمله. انت 14 سنة مزحفهم على وشهم، ودلوقتي الإعلام المضلل بتاعك طالع بيقول الرئيس راح الدنمارك علشان يجلب سوق العمل ويعمل استثمار. الدنمارك تيجي تعمل استثمار في مصر، والنرويج والسويد. طب احنا هنستنى الغلابة دول مالهم ومال الكذب بتاعك ده؟ هو انت رحت الدنمارك والنرويج والسويد ولا غيره خلاص ورجعت خلاص جبتهم معاك هيجوا؟ الناس ما عندهاش وقت للتفاهات بتاعتك دي. انت كذاب، انت كذاب عبد الفتاح السيسي. انت رحت، وانت فاكر لما تروح للدنمارك علشان تيجي تخليهم يعملوا استثمارات في مصر او تبيع لهم حاجة او كده، مفكر ان انت كده؟ انت رحت هناك اتشتمت، انت اتشتمت قدام الدنماركيين والناس حدفت فيك الجزم. انت فاكر الدنمارك هتيجي تقول لك خد عشان الناس الغلابة؟ لا. وحتى لو هتشتغل الدنمارك معاك امتى وفين وازاي وبكام؟ والغلابة دول هيستنوا لحد انت ما؟ يا عبد الفتاح السيسي سلم البلد بالشياكة، سلم البلد بالشياكة. احنا مش زي سوريا، ولما نطلع عليك ثورة بلدنا هنحافظ عليها. احنا لا عندنا لا مرتزقة ولا عندنا جيش منقسم ولا عندنا الرواد دي. احنا كلنا شعب مصر جيش، احنا كلنا شعب مصر جيش، الشعب نفسه جيش. خلينا بقى نحاكم الإعلام المضلل عشان نرتاح والغلابة يرتاحوا، وانت تسلم نفسك بالشياكة. ما تعملش زي بشار الأسد تهرب بالفلوس بالذهب بالدنيا. انت مأمن نفسك بره، ما انت على تكة هتبقى بره وتسيب البلد تولع. صح؟ انا مش عارف فين الجيش بتاعنا وازاي سابك تعمل اللي انت بتعمله دوت، وسابك تمرمط في الغلابة. الغلابة ملهمش دعوة بالسياسات الناقصة بتاعتك. الغلابة في مصر ملهمش دعوة بالسياسة الناقصة بتاعتك. شبابنا كله رمى نفسه في البحر، 3 4000 بني آدم من ساعة انت ما مسكت البلد، رمى نفسه في البحر بسببك. والباقيين نفسهم يموتوا وما يشوفوش وشك. الغلابة زحفت على وشها، لا جناعد بيجيب حاجة، ولا اللي قاعد في إيجار بيدفع عارف يدفع إيجار، ولا اللي عنده عيلين 3 عارف يجيب لهم حاجة. والناس دلوقتي لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا ينتقم منك أشد الانتقام. ده إذا إحنا ملحقناش ننتقم منك. أي والله.